بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. في البلاي ليست دي إن شاء الله هنتكلم عن دارت، وهنتعرف في الفيديو ده على بعض الحاجات في دارت. أول حاجة هنتكلم عنها، ما هي لغة دارت أو تاريخ لغة دارت إيه، استخدامات لغة دارت، الفرق بين دارت وفلاتر، أو إيه هي دارت وإيه هو أو إيه هي فلاتر. هنعرف أفضل محرر أكواد نقدر نكتب عليه، أو المحرر اللي هو recommended من التيم الخاص بفلاتر. أول حاجة هي تاريخ لغة دارت. لغة دارت أول ما تم البدء فيها أو العمل عليها كان سنة 2011. تمام. وبعد كده خدها تيم جوجل كبديل لجافا سكريبت، وبدأ التطوير عليها، وتم إصدار أول فيرجن من لغة دارت سنة 2013. وبعد كده أطلقوا النسخة اللي بعدها سنة، اللي هي تاني نسخة، واللي بعدها انشهرت، بدأت تنشهر بقى بعدها لغة دارت، وأطلقوها سنة 2018. ومن هنا بدأت قصة دارت مع فلتر، وبدأ الدنيا تعرف دارت، وتعرف فلتر لما أطلقوا بعد كده فلتر. دارت بتستخدم في دارت بتستخدم في كذا حاجة. أول حاجة، دارت بتستخدم في تطبيقات الأندرويد. أندرويد. تاني حاجة، بتعمل تطبيقات خاصة بالاي او اس. تالت حاجة، بتعمل تطبيقات خاصة بالويندوز. تمام. رابع حاجة بتعملها دارت تطبيقات خاصة باللينكس. تمام. خامس حاجة بتعمل تطبيقات خاصة الجيمز. تمام. وبتعمل برضه حاجات تانية كتير. ممكن تخش على الموقع الخاص بدارت أو فلاتر، وتقدر تعرف بعض الحاجات التانية اللي بنستخدم فيها دارت أو فلاتر. تمام. ايه الفرق بين دارت، او ايه هي دارت وايه هي فلاتر؟ زي ما قلنا في الاول ان دارت عبارة عن لغة برمجة، language. تمام. انما فلاتر عبارة عن فريم ورك. فريم فريم ورك شغال على دارت، شغال على لغة دارت. تمام. ايه افضل محرر احنا نقدر نشتغل عليه، او المكان او البرنامج اللي احنا نقدر نكتب عليه كود؟ هو المكان اللي رشحه التيم الخاص بفلاتر هو في اس كود. تمام. في ناس بتستخدم في اس كود، وفي ناس بتستخدم اندرويد ستوديو. تمام. اندرويد ستوديو. في زي ما انت زي ما انت حابب، يعني في ناس بتستخدم ده وبتحب تتعامل معاه، وفي ناس بتستخدم الفي اس كود وبتحب تتعامل معاه. انا بشكل شخصي انا كنت اول حاجه بستخدمها هي الاندرويد ستوديو، وبعدين بدات استخدم الفي اس كود. وبكده نكون خدنا نبذه بسيطه عن ايه هي دارت، وايه تاريخ دارت، والاستخدامات دارت في ايه، والفرق بين دارت وفلاتر، وافضل محرر، وايه المحرر اللي احنا نشتغل عليه في الكورس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.